البحر بالليل شكله هادي وجميل، وصوت أمواجه بيحسسك بالراحة والهدوء. بس تحت السواد الأعظم ده في عالم تاني خالص بيصحى في نص الليل. العالم ده عاش فيه الباحث شريف نوير ومساعده الشاب طارق أبشع كوابيس حياتهم. أنا النهاردة مش جاي أكلمك عن أساطير حوريات البحر بتاعت الأفلام، أنا جاي أحكي لك عن الحقيقة المرعبة اللي حصلت لشريف وطارق، الحقيقة المكتوبة في دفاترهم السرية عن الكائنات الغامضة اللي اسمها جن البحر. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في فيديو جديد، ويلا بينا زي ما تعودنا طفي النور والبس سماعاتك ويلا بينا نحكي الحكاية. أنا مصطفى محمود ودي حكاوي الدرش. شريف نوير هو عالم بحار ومستكشف مصري كرس حياته لفك شفرات السواحل المهجورة، ومعاه طارق طالب عبقري في معهد علوم البحار وعنده فضول قاتل لكشف المستور. وفي ليلة مرعبة نزل شريف وطارق بالمركب بتاعتهم في وقت محرم. الساعة كانت 3 بعد نص الليل، والمكان على الخريطة كان بيبعد كيلومترات عن الشط. سواد تام، مفيش غير ضوء القمر. وفجأة طارق لاحظ إن المية حوالين المركب بقت دافية جدا وبدأ يطلع منها فقاعات كأنها بتغلي. شريف بص في المية وشاف المشهد اللي حرفيا طير النوم من عينيه. ظل لكائن ضخم جدا بيتحرك تحت السفينة، لكن الظل ده ما كانش حوت ولا سمكة قرش، ده كان جسد شبه بشري ضخم وطويل جدا. طارق جمد في مكانه من الرعب وأنفاسه اتقطعت لما لقى الكائن ده بيطلع راسه من المية وبيمسك بإيده طرف المركب. في كتب الماورائيات القديمة الكائنات دي بتسمى الغواصون، وهم نوع من الجن بيسكن قاع المحيطات. الكائنات دي ملهاش ملامح واضحة في الضلمة، بس عيونها بتلمع بلون أزرق باهت، وكانت بصة لطارق بطريقة مرعبة. شريف بيقول في مذكراته إن الكائن ده ما بدأش يصرخ أو يهاجم، ده بدأ يهمس بصوت واطي جدا، والهمس ده ما كانش لغة مفهومة. وهنا جات الصدمة. طارق لقى نفسه بيخش في حالة تنويم مغناطيسي بسبب الكلمات والهمس اللي بيقولها الكيان المرعب ده، وجسم طارق ما بقاش مستجيب لعقله وبدأ يتحرك ببطء شديد ناحية البحر عشان يرمي نفسه. شريف كان بيصرخ ويشد في طارق، بس طارق كان بيبتسم ابتسامة باهتة وعيونه مقلوبة كلها بيضة. وفي اللحظة دي طارق رمى نفسه في قلب البحر. الكائن ده رفع جسمه وظهرت ملامحه بالكامل تحت ضوء القمر. المنظر كفيل يوقف قلبك من الرعب. الكيان ما كانش وشه وش بني آدم تمام، وجلده رمادي ومقشر زي السمك، وأسنانه حادة ومصفوفة زي الخناجر. شريف لقى 100 إيد بتطلع من المية وبتحاول طارق وبتسحبه لتحت. بس خليني أقول لكم هنا أعزائي المشاهدين إن طارق ما ماتش غرقان. طارق في ثواني اتغيرت ملامحه بالكامل وتحول لكيان اسود مرعب. شريف ما طلعش من الليلة دي عاقل، وكتب في آخر صفحة في مذكراته: طارق لسه تحت المية وبيطلب مني أنزل له. البعثات الاستكشافية اللي بتنزل أعماق المحيطات لحد النهاردة بتسمع نفس الأصوات اللي سمعها شريف وطارق بس مجهولة المصدر، والأجهزة بتقف والخرائط بتتمسح وكأن البحر بيقول لنا ما تقربوش من بيتنا. القصة دي مش مجرد حكاية عشان تخاف، ده تحذير حقيقي ليك ولغيرك. في المرة الجاية لما تقف قدام البحر بالليل وتلاقيه هادي، افتكر ان تحت الهدوء ده في عيون مستنياك تغلط. وبكده نكون خلصنا حكاية النهاردة. أعزائي المشاهدين، ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان تبقوا جزء من الرحلة. سلام.